أسأل حضرتك عن رأيك في تصرفات الطفل المعاصر والمراهق برضو المعاصر الفترة دي. طبعا في فجوة كبيرة بين الأجيال زمان وبين الأجيال دلوقتي، يعني تحس إن في نوع مختلف ظهر من المراهقين والأطفال. يا ترى من وجهة نظر حضرتك إيه السبب في الاختلاف ده؟ ويا ترى زمان كان بيتربوا إزاي ودلوقتي بيتربوا إزاي؟ هنقول ان طبعا انشغلنا طبعا عن الاطفال، عن اولادنا، ان كل طبعا الاب والام طبعا مشغولين بشغلهم، فسايبين لهم السوشيال ميديا والتكنولوجيا، فطبعا دي اثرت بتاثير كبير على الاطفال في العصر الحديث. فزمان ما كانش فيه تاثير زي دلوقتي، مع ان المفروض احنا نعلمهم ان يعني دي ميزه وضرر. الميزه ان احنا ممكن يعني الحاجات دي احنا ممكن نعلمهم، يعني يتعلموا على التكنولوجيا. يعني انا ممكن مثلا يبقى ابني اعلمه على حاجه على الموبايل واسيبه لمده وقت معين يتعلم عليها، واكون متابعه. الاشراف ان انا اعلمه ازاي يتعامل مع التكنولوجيا ويتعامل ازاي مع السوشيال ميديا. لكن احنا في دلوقتي توجيه يعني. في توجيه، انما دلوقتي ان هم احنا بنسيبهم، وهم طبعا الطفل بحد ذاته بيحب يتطلع، فممكن يتطلع في حاجه غلط، يعني هي فلازم الأم في لو عايزة رقابه. تريح دماغها تقوم سايباه لا، قاعد وممكن يتفرج على الحاجات مش دي. هنقول الحاجات السلبيه، ممكن الام تبقى مشغوله بشغلها. دلوقتي احنا في وقت، في عصر الغلو اللي احنا فيه، كل الاب والام بيشتغلوا، فمشغولين عن اولادهم. لا، انا المفروض بقى انا اعمل توازن، او اعمل توافق ما بين ان انا اربي اولادي ازاي، وان انا اشتغل ازاي، واكفيهم ازاي ماديا. ما بيجي حد يطلع يقول انا مش عارف، ده انا مش مكفي البيت، ده انا مش ملاحق، والزوجه من الناحيه التانيه بتشتغل عشان يعني المعيشه بقت صعبه جدا، فمش هيعرفوا ان هم يوفقوا، يعني الموضوع بيتم بصعوبه. بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه. في حاجات في الجهاز اللي هو السوشيال ميديا دي، على قد ما هي ميزه على قد ما هي ضرر جدا. فالطبيعي ان انا لازم انبههم، لازم ادي من وقتي، لازم افرغ من وقتي اليومي لاولادي، لان ده جيل بيطلع، جيل بيربي، والجيل ده هيربي جيل تاني. فلو ما كانش الجيل طلع كويس ومهتم يعني احنا مهتمين باولادنا كويس، ومهتمين بصحتهم، ولازم يكون في كمان نعلمهم يعني يعني نلبيهم رغباتهم، نشوف احتياجاتهم ايه، ونقول لهم ايه الصح وايه الغلط. تمام. هو التيك توك ما حضرتك خلاش، يعني هو التيك توك اصلا يعني بقى مسيطر على عقول بص، انا عايز اقول الاطفال لحضرتك على كلها. حاجه، انا قدام الصح وقدام الغلط. في طبعا. ايدي ان انا يعني بص، اي حاجه في الدنيا زي ما ليها الانسان نفسه في خير وفي شر. طبعا. فالتكنولوجيا فيها خير وفيها شر. انا في ايدي اشغل الحاجه الكويسه، وفي ايدي اشغل الحاجه الغلط. في ايدي ان انا اوعي ابني، اوعي الطفل ان انا ده غلط وده صح، خاصه ان الطفل بيبقى واعي، يعني بيبقى ذكي، بيبقى فاهم. في ناس بقى بالظبط. بتأثر المسافة دي خالص، وما بتدخلش نت اصلا ما في هو البيت عشان خاطر صعبة تتجنب دي والله لا، يا دي دينا، صعبه ما برضه، فيش لا، حد في لان ناس انا برضه على قد اعرفهم ما والله. احنا هنقول ان التكنولوجيا مثلا مضره لبعض الاشياء، برضه هي ميزه في حاجات كتير، بتسهل شغل كتير. يعني انا ممكن ابقى قاعد في البيت اتعلم من التكنولوجيا، اخد كورسات عن طريق النت اونلاين، فهي لها ميزه مهمه. فما ينفعش يبقى فيش بيت ما فيهوش نت. حضرتك ركزت في مقالك عن المرأة والمجتمع، عن دور المرأة سواء كانت عاملة أو من ربات البيوت، فعايزين حضرتك هي تستكمل مقالك معانا دلوقتي عن المرأة والمجتمع. هرد بس على السؤال بتاع الاستاذه احلام. دور اتفضل. المراه طبعا لها دور في الزراعه، لها دور في الاقتصاد، لها دور في القوات المسلحه، لها دور في الطب. المراه لها دور في جميع المجالات. المراه هي الديناميك الحياه كله يعني. فلو حابين تسمعوا نكمل استكمل استكملوا، المقال. ما فيش مشكله. احنا الحلقه اللي فاتت خلصناها لغايه الام والاخت والابنه، فهي الام والاخت والابنه. وعلينا ان نكرم المراه لكي تستطيع ان تنخرط في شؤون البناء والتنميه في المجتمع على نحو فعال وحيوي. فاصبحت للمراه في اغلب العصور تشكل قوه ديناميكيه للتطوير. ومن بدايه العقد العالمي للمراه حتى مؤتمر بكين عام 1996، وازداد الاهتمام بقضيه تمكين المراه بصفه عامه، واتاح الفرص للمراه في جميع مختلف المجالات، في الثقافه والسياسه والاقتصاد والزراعه والعديد من المنظمات والهيئات، واعطاها الحق الكامل في كافه الميادين. وعلى سبيل المثال دور المراه في سوق العمل، تشجيع المراه في سوق العمل من باب مكافحه الفقر ورفع مستوى المعيشه للاسره. واذا كانت هي المعيل الاساسي للاسره، في امهات ساعات بيبقى هي المعيل الاساسي، الاب توفى فهي اللي بتصرف عليهم غصب عنها. دور المرأة في التربية، دورها في تربية الأطفال، لأنها هي المصدر الرعاية والحنان في الأسرة. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية على علم النفس التربوي بأن الطفل بحاجة إلى الرعاية والاهتمام. مفيش حاجة اسمها الأم مشغولة عن الشغل، لازم الأم تهتم بطفلها، لأن هو هيطلع يربي أجيال زي، يعني هي أجيال بتسلم أجيال.